رئيس النادي الاسماعيلي ومجلس اداره النادي الاسماعيلي بينجح ب 600 700 صوت غير امنين عن النادي الاسماعيلي. فين دور رجال الأعمال يا كابتن في أزمات نادي الإسماعيلي؟ يعني تبايع لعيبه عمر الساعي، العسقلاني، عبد الرحمن مجدي تتخطى 300 مليون جنيه. عملت بيهم ايه؟ مفيش حد بيحب النادي الاسماعيلي الا جمهوره. انا شخصيا او اي لعيب من النادي الاسماعيلي بيروح النادي الاهلي والله بيتعامل احسن معامله. الإعلام ما خدش الموضوع كما ينبغي. كان اتعرض عليا طبعا في النادي الاسماعيلي، بس اتعرض عليا حاجات يعني كده. هو كان الدوري زمان كله جماهيريا. الادارات ربنا يسامحهم، هم اللي بوظوا النادي الاسماعيلي. المدربين ولا الموظفين بتاعت النادي الاسماعيلي بتقبض شهر وشهر. لا معلش، اللي هيجي عاوز يصرف عاوز يركب على الكرسي. كابتن أحمد بيلعب نهائي كأس مصر قدام النادي الأهلي، أحرز الهدف، توج الإسماعيلي بكأس مصر. كان استقبال الإسماعيلية ليك إزاي؟ السلام عليكم عزيزي مشاهد قناة الدرع، أهلا بيك معايا في حلقة بودكاست جديدة. حلقتنا النهاردة مع نجم الاسم الصغير وفي القيمة كبير، قدر يحفر اسمه بحروف من نور في سجلات الكرة المصرية، قدر يفرح مدينة عاشقة لكرة القدم عندما أحرز هدف في مرمى سيد القارة النادي الأهلي ليتوج بفريقه الدراويش بأول بطولة كأس مصر في تاريخه. ضيفي النهاردة وضيفكم الكابتن أحمد فكري الصغير. أهلا بك يا كابتن، مشرفني ومنورني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضرتك يا استاذ عماد، وربنا يكرم ان شاء الله. وانا سعيد جدا اللي معاك يعني. ده الشرف لينا، شرف لي. والناس برضو تعرف ان انت جاي من الاسماعيليه مخصوص لا طبعا. وبدون اي مقابل كمان، فدي حاجه جميل فوق دماغي طبعا. لا لا، ما تقولش كده. وحلقتنا النهارده في حب الاهلي والاسماعيلي. طبعا طبعا، شيء جميل جدا. وانت عارف معزتك عندي يا استاذ عماد، ربنا يخليك. وفوق دماغي، وانا الشرف ليا والله. ربنا يخليك. عندنا علاقات تاريخيه بين الاهلي والاسماعيلي، بس في ناس كده بتحب ايه يعني تعمل اي كوموفلاش بين الاهلي والاسماعيلي. بس هنيجي في السؤال الاولاني معاك، ايه اللي بيحصل يا كابتن في النادي الاسماعيلي وازاي وصل للحال ده؟ هو طبعا اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي في السنين اللي فاتت والسنه دي بالذات ما يسرش عدو ولا حبيب. الامانه كل جماهير مصر كلها، اذا كان اهلي طبعا. زمالك مصر اتحاد، كل مصر زعلانه على حال النادي الاسماعيلي. ما ينفعش طبعا النادي الاسماعيلي طبعا يبقى في المراكز الاخيره ديت، وكل سنه بيتهدد بالهبوط. السنه اللي فاتت نزل فعليا لولا تدخل الدولة. هو اللي عاد النادي الإسماعيلي بقرار، يعني اتلغى الدوري. يعني لو ما اتلغاش الدوري الغاء الهبوط. إلغاء الهبوط. الاسماعيلي قيمه الإسماعيلي كبيره يا كابتن. طبعا طبعا، يعني الإسماعيلي صاحب بطولات. الإسماعيلي تاريخ. لا غنى عنه في الدوري اكيد. الممتاز. منه لله بقى اللي كان السبب في اللي بيحصل في النادي الإسماعيلي من مجالس إدارات ما بتعرفش تدير النادي الإسماعيلي. شغل سماسرة جابت لعيبة للنادي الإسماعيلي، يعني بالأمانة ما بيخافوش على النادي الإسماعيلي خالص. طب يا كابتن هاخد من كلامك هنا، ما هو برضه لما نيجي نتكلم في حاجه زي كده، فين الجمعيه العموميه للنادي؟ فين يعني اللعيبه القدامى زي حضرتك، حمص، حسني عبد ربه، علي ابو جريش، طبعا مع حفظ الالقاب، الناس التقيله دي كلها، يبقى في لجنه حكماء من النادي تقدر تاخد قرار وتاثر تجتمع بمحافظ في حاجه تتاخد، ما يتسابش الاسماعيلي بهذا المنظر يعني. اخد من كلامك يا استاذ عماد، انت بتقول جمعيه عموميه. اه طبعا. لا تتخيل تتخيل اللي جمعيه النادي الاسماعيلي العموميه ما تعديش ال 5000 ولا 6000. طبعا حاجه صعبه جدا يعني يعني. ما يعني عارف رئيس النادي الاسماعيلي ولا مجلس اداره النادي الاسماعيلي لو قلت لك نجح بكام صوت؟ ولا مركز شباب. مم. رئيس النادي الاسماعيلي ومجلس اداره النادي الاسماعيلي في الانتخابات اللي فاتت دي واللي قبليها بينجح ب 600 700 صوت، 800 صوت. يعني 800 صوت بيجيبوا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ده ويجيبوا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مم. عشان للأسف غير آمنين عن النادي الإسماعيلي. يعني الاس- النادي الإسماعيلي اللي يوصل فيه المرحلة اللي وصل فيها ديت، فطبعا مرحلة كارثية طبعا. مرحلة كارثية. والمسؤول الأول والأخير عن اللي بيحصل ده مجالس الإدارات والسماسرة. امم هم اللي بوظوا النادي الإسماعيلي. فين دور رجال الأعمال يا كابتن في أزمات نادي الإسماعيلي؟ يعني ما شفناش راجل أعمال يعني يكفل بصفقة اتنين، بيدعم النادي عشان مرتبات لعيبة، يحاول يرفع وقف القيد عن النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي ده قيمة كبيرة يا كابتن
يعني اول فريق واخد دوري ابطال افريقيا في مصر نادي الاسماعيلي، ازاي يوصل للحال ده؟ وهل ده دور مجالس الادارات اللي مش عارفه توفر رجال اعمال للدعم لنادي الاسماعيلي؟ طبعا يعني العيب عيب مجالس الادارات طبعا. انت مش عارف توفر فلوس للنادي الاسماعيلي، مع ان معلش هقول لك، انت بايع لعيبه، عمر الساعي، العسقلاني، عبد الرحمن مجدي، كل اللعيبه ديت تتخطى 300 مليون جنيه. مم. طب انت يعني عملت بيهم ايه؟ بالنسبه ما للغلط. تسيب ما تسيب اللعيبه ديت وكمل عليها. ما هو مش جيب قادر موارد يدير للنادي مرتين. الاسماعيلي، مم. ما يبقاش في النادي الاسماعيلي في الوضع الكارثي دي كل سنه. القوام الاساسي احنا بقالنا كام سنه، ولا بقالنا كام سنه مش عارفين نفك الكيد عشان تجيب لعيبه يسندوا النادي الاسماعيلي. طب هاخد من النقطه دي. وكان في كنز في نادي الاسماعيلي اسمه قطاع الناشئين. هل غياب العين اللي بتختار، يعني مثلا كابتن احمد فكري، حمص عبد ربه، كابتن علي ابو جريشه، الناس القيمه في تاريخ نادي الاسماعيلي، لماذا تم ابعادهم عن النادي الاسماعيلي علشان يختاروا اللعيبه الصح؟ احنا دلوقتي ما بقيناش نشوف ناشئين في الاسماعيلي يا كابتن. لا، هو دلوقتي النادي الاسماعيلي اللي بيلعبوا دلوقتي كلهم من ناشئين النادي الاسماعيلي، لكن انت مش هتجيب لعيبه تلعب في النادي الاسماعيلي من ناشئين النادي الاسماعيلي هتطلعه من الفريق الاول كده. هو مش لازم يروح على قوام. اما انا لعبت في النادي الاسماعيلي، طلعت على جيل 90 كان لسه ياخد بطولة الدوري دوري العام. اه طبعا. اما اطلع انا وخمس ناشئين زي على قوام اساسي، شيل. فبنقدر نعمل حاجة من 90 للالفينات كلها اكترية بطولات النادي الاسماعيلي. اه. لكن انت مش هتجيب ناشئين النادي الاسماعيلي كلها تلعب لوحدها مثلا كده اهوت. مفيش لعيب ولا قوام اساسي ولا عمود فقري للنادي الاسماعيلي ولا خبره. الفرقه بتتكون من ثلاث، الخبره والشباب والناشئين. النادي مم. الاسماعيلي دلوقتي كله ناشئين، مفيش الا احمد عادل عبد المنعم ومحمد ما احنا حسن برضو مش يعتبر. شايفين المواهب، يعني احمد فكري الصغير مع حفظ الالقاب اما طلع قدر معلش، يخش. كان في ناس من يعني كان في مدربين عظام مم. السنة اللي السنين اللي فاتت أو الأجيال اللي فاتت كانت ليها عين كويسة بتختار اللعيبة طبعا وتجيب غياب اللعيبة. العين طبعا. اه طبعا غاب العين، انت كل حاجة في النادي الإسماعيلي يعني مش عاوز أقول لك يعني. طب شايف الدنيا تقدر تتصلح ازاي ان النادي الاسماعيلي يرجع على الاقل خالص بعد دخول بيراميدز بالاستثمارات والفلوس الكتير دي، أنا يبقى شايف في أول حاجة، المربع الذهبي كده؟ لازم نفك الكيد النادي الإسماعيلي. امم. يعني تفك الكيد وتجيب لعيبة يسندوا النادي الإسماعيلي. وده محتاج فلوس. محتاج فلوس. انا مش عارف بالامانه المجالس الاداره اللي فاتت كانت بتعمل ايه. كانت يعني بتوقع العادي. بتوقع النادي طبعا، بتوقع النادي وهي وقعت النادي بالامانه. كله بس قبل الانتخابات بيقول لك انا وانا واصرف واصرف واصرف. خش النادي الاسماعيلي ما بيصرفوش، كل اللي بيدخل بيستفاد من النادي الاسماعيلي ما بيفيدش النادي الاسماعيلي. للاسف. للاسف معلش يعني انا مش بتكلم على حد احنا مش بعينه، بنتكلم على اشخاص، احنا بتكلم بنتكلم على حال فرقه مجلس اداره. من اعرق انا يا فرق ريت انا افريقيا. انا انا يا ريت انا والله العظيم نادي الاتحاد ونادي المصري عندهم ناس محترمه بما يرضي الله. انا بقول لك الحاج محمد مصلحي بيمشي بيجي واحد بيصرف على النادي الاسماعيلي. النادي المصري جايبه كامل ابو صفقات علي كبيره. معلش بيجيبوا صفقات كتير، لكن النادي الاسماعيلي ربنا يكون في عونه يعني بالامانه. طب في لجنة حكماء في النادي تعرف تقعد مع رجال أعمال تعرف تجيب منهم فلوس للنادي؟ مفيش حد بيحب النادي الاسماعيلي الا جمهوره المحترمين، اللي هم المحترمين، مش بتوع مش مطبلاتية بالبلد كده. الطلباتية وبتوع الفيس والحاجات اللي بتاع اه. النادي الاسماعيلي اللي طول عمره الجماهير اللي هي بتحب عشيقة للنادي الاسماعيلي. برازيل غير كده ما أفريقيا يا كابتن. بيحبش، كله لمصلحته الشخصية. مم. وانا بقول لك مصلحته الشخصية عشان دلوقتي الموقف اللي احنا فيه النادي الاسماعيلي. بص النادي الاسماعيلي هتعرف ايه بالظبط. النادي الاسماعيلي لو في مراكز متقدمة وبينافس زي زمان اه طبعا. هتعرف ان الناس ديت كويسة. احنا قلنا في البداية إن الحلقة في حب الأهلي والإسماعيلي لإذابة أي شوائب ملهاش أي صحة من الأساس. عامة تاريخيا كابتن محمود الخطيب كان ليه يعني دور كبير جدا في لجنة الأندية السنة اللي فاتت لما الإسماعيلي فعلا هبط، ورفض في الاجتماع يعني يبقى في حاجة اسمها هبوط ونلغي الهبوط دعما للنادي الإسماعيلي. وده كان موقف كبير قوي من الكابتن محمود الخطيب، قيمة.
شراؤه لعمر الساعي ب50 مليون جنيه. وطبعا يعني دعم النادي الاسماعيلي بحسب تصريحات وكيل اعمال من غير ما نذكر اسمه، طلع في التلفزيون. وبنشكر الكابتن الخطيب آه، لدعمه للنادي الاسماعيلي. شايف الحته دي ازاي، دعم النادي الاسماعيلي وحب النادي الاهلي او قيادات النادي الاهلي للنادي الاسماعيلي؟ والله زي ما انت بتقول يا استاذ عماد، كابتن الخطيب راجل محترم ونجم الكرة المصرية والأفريقية طبعا. اكيد. وطبعا هو كابتن محمود الخطيب بيحب النادي الإسماعيلي جدا يعني، وهو طلع في لقاءات كتير بيدعم النادي الإسماعيلي. حتى في كأس أفريقيا كان بيتفرج في الاستاد على النادي الإسماعيلي في بطولة أفريقيا اللي احنا حرزناها. اه كان بيتفرج وبيشجع النادي الإسماعيلي، فلا غنى عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي في اكيد بطولة في اكيد. بس مصر في هي بطولة دوري. القصه بقى. بس بالأمانة، مم. انا شخصيا او اي لعيب من النادي الاسماعيلي بيروح النادي الاهلي والله بيتعامل احسن معامله. ما هو ده احنا بامانه، هنجيله السؤال ده. لا بالامانه بيتعامل احسن معامله هنيجي للسؤال ده. لكن انت الشحن والجذب دوت طبعا. الناديين دولت ناديين كبار، النادي الاسماعيلي اكيد. واكتر البطولات اللي اخدها النادي الاسماعيلي اخدنا طرفها الاهلي. فبيبقى في منافسه منافسه شديده بين داخل الجماهير الملعب، داخل. المنافسه داخل الملعب انما انفخ في النار واعمل. لا انا بتكلم على يعني اه مثلا انت بتكلمنا على الجماهير. اه الجماهير النادي الاسماعيلي متحمسه زياده طبعا عارفين، لفرقتها. طبعا. جماهير الاهلي متحمسه زياده لفرقتها، اه فكل واحد بيحب ناديه بطريقته. لكن نرجع ونقول الروح العاليه اللي بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي. النقطه دي ذكرتها لان الاعلام ما خدش الموضوع كما ينبغي، ان انا اوقد فتنه بين جمهور وجمهور، ادوب جبل الجليد زي ما بيقولوا بين جمهورين كبار جدا، جمهور الاهلي جمهور الاسماعيلي، والاتنين ذواقين للكرة وعاشقين للكرة. فلما الاقي نقطة زي كده واطلع اتكلم عليها، انت كاسماعيلاوي لما تحس ان الكابتن الخطيب عمل الدعم ده للنادي الاسماعيلي، لا تبدأ الامور تهدى معاك. انت كاهلاوي لما تلاقي الكابتن الخطيب بيعمل الدعم ده للنادي الاسماعيلي، تهدى الامور. لا يا جماعة، دي كورة ملهاش علاقة بتشاحن وتباغض والكلام دوت. ومن هنا كانت في واقعة زمان اتصنعت كده كوموفلاش من لا شيء. انا مش عايز تفاصيل في الموضوع ده. هو احنا انا بالامانه الواقعه بتاعت زمان، اه كل اللي انا اعرفه اه بالامانه يعني اللي انا اعرفه، انا كنت صغير طبعا ما حضرتش اكيد كلنا كنا كان صغيرين، ايام بس ده تاريخ بيسرد. ايام الحرب. اه كانت طبعا مدن القناه كلها الثلاث، تهجير. بورسعيد مم. والاسماعيليه والسويس، هاجروا النادي الاسماعيلي. كان النادي الزمالك كانوا مستضيفينهم في ملعب نادي الزمالك وبس برضو اللي انا عرفت اللي قطاع الناشئين كله كان في الجزيره، الله ينور في عليك. نادي الجزيره. الله ينور اللي عليك. هو كان اللي واخد هو الملاعب كلها. اللي كان اخد الملاعب اه كلها، كان بيتدربوا برضه هناك. وب- فانا بالامانه ما حضرتش الواقعه دي هي بس. الواقعة انا بذكرها لايه؟ بذكرها علشان ندوب الحتة دي عند جمهور الاسماعيلي خاصة، ان هو فاهم الموضوع غلط. بروايات نجوم الاسماعيلي القدامى زي الكابتن بازوكا، كابتن علي ابو جريشه، قال لك الكلام ده ما حصلش، والنادي الاهلي كان بيتعامل معانا ويفتح لنا الكافيتريات بتاعته ونخش ناكل جوه والكلام ده. فالاعلام هنا انت دايما تنفخ في الحته دي ان الاهلي عمل والاسماعيلي اتظلم. ولما حصل الدعم بتاع الكابتن الخطيب او النادي الاهلي النادي الاسماعيلي، وده واجب عشان تبقى فاهم، ما غزيناش الحته دي اعلاميا. لا يظل النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي حبايب. حتى اما النادي الاهلي بيلعب في بطولات افريقيا معلش يعني، بتلاقي الناس بتشجع النادي الاهلي للامانه. او كل الناس يعني بتلعب انت باسم مصر. اما النادي الاسماعيلي لما كان بيلعب في بطوله العرب وبطوله افريقيا، بتلاقي جماهير النادي الاهلي بتشجع النادي اكيد الاسماعيلي. احنا فعادي، اصلا يعني انا عادي كاهلاوي ما فيش مشكله. بحب اتفرج جدا على النادي الاسماعيلي بعد النادي مفيش الاهلي. مشكله يعني. انت اما معلش اما النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، ما انا لازم اشجع النادي الاهلي، ما بيلعب مش باسم مصر. اكيد. اما النادي الاسماعيلي بيلعب، النادي الزمالك بيلعب في افريقيا، فلازم كله يقف جنبه. طيب مصر بتلعب طبعا اولا واخيرا. كنت موجود في قطاع الناشئين في الاسماعيلي في فتره. لما دخلت النادي الاهلي بامانه كده اتعاملت ازاي؟ انا مسكت على فترات النادي الاسماعيلي، وكنت ماسك اكبر فرق في النادي الاسماعيلي، وبالامانه كنا بنروح النادي الاهلي بنتعامل احسن معامله. إن الناس بالامانه ما بتاثرش معانا في شيء. حسيت باي تمييز ان انت لا شجاع لا من الاسماعيلي لا لا ولا؟ والله انا بكلمك بجد يعني.
اما الاتوبيس بس بيركن النادي الاسماعيلي ليه قيمه وقامه طبعا في كل طبعا. الانديه. وفي النادي الاهلي بيخش بيعملوا لنا، يعني مش عاوز اقول لك بيشيلونا كده هو بالامانه. لكن في الملعب ده شيء لا، تاني التنافس حاجة خالص. تانية، التنافس وتنافس حاجة ده تانية. غير الاستقبال من النادي الاهلي، ولا احسن ولا اروع بالامانه. أنا بشكرك على صراحتك طبعا. لا دي امانه، دي امانه. ما دي أمانة، كان لا لازم تتغذى من ناس تانية إعلاميين لا لا. شغلانتهم الأهلي ما بيروحش يلعب والنادي الاسماعيلي إسماعيلية على ليه؟ فكره، ولا لا وعلى فكره ال- السنه اللي فاتت انا حاضر موقف. قطاع الناشئين النادي الاسماعيلي لعبوا في الاستاد النادي الاسماعيلي اه. في الملعب الفرعي، اللي آه. هم فرقه تقريبا 2007. وكابتن وليد سليمان انا قابلته، وكابتن محمد صديق شوقي. شخصي ليك. اه طبعا. كابتن وليد حبيبي يعني لعب معايا في الجونه اه وصديق طبعا. شخصي. وجم من النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي عمل معاهم هو وبالامانه يعني احسن واجب مع النادي الاهلي، ولعبوا جوه استاد النادي الاسماعيلي هو ده العلاقات السنه اللي اللي فاتت. احنا عايزينها، ويرجع اسم الإسماعيلي يعني ينور تاني. وهنا باخدك برضو فين كابتن أحمد من ناشئين الإسماعيلي دلوقتي؟ لا بالامانه انا دلوقتي انا اشتغلت اصل الفتره ديت اشتغلتها في النادي الاسماعيلي من الناشئين. ومسكت طبعا في الفريق الاول كمساعد مدرب ومدرب عام في النادي الاسماعيلي. اه. ثم اتجهت لمنتخب مصر الشباب. مرنت برضو في منتخب مصر الشباب اللي هو 95 و97، اللي هم الجيل اللي هو دلوقتي اكترته بيلعب يعني. اه. رمضان صبحي ومحمد مجدي قفشه وزيزو ويوسف اوباما وعمر الوحش وطاهر محمد طاهر امم. وناصر ماهر وكريم ندفد، جيل عشان ما انساش كبير. حد، وهلال وكريم حافظ مم. ومحمد هاني. كل الجيل ده ده هم دول اللي بيلعبوا دلوقتي. اه اكتريته دوت. ليك بصمة كبيرة يا كابتن. الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى. كنت مدرب عام مع كابتن علاء ميهوب وكابتن ياسر مكوان وكابتن محمد فاروق. اه. كنا جاس المنتخب 95 ده معانا. ثم اتجهت للفرق الممتاز بيه عذاب بقى. اه ادغال. اه الحمد لله رب العالمين. وطبعا النادي الاسماعيلي لو المكان اللي مش هيليق بيا ولا اكيد. بيليق باسم احمد فكري الصهيل. ابن نادي الاسماعيلي مش همسك. انا اتعرض عليا طبعا في النادي الاسماعيلي، بس اتعرض عليا حاجات يعني كده اهوت اه. مش 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 بتاعتك. مش بتاعتي يعني طبعا. ومفيش اي حاجة اتعرضت عليك في منتخبات في الايام ديت؟ لا الايام دي ولا هي دلوقتي بالعلاقات؟ اه الحمد اه. لله. انا دلوقتي لسه كنت ماسك نادي نجوم مصر، ولسه سايبه بقالي شهر ونص كده اهوت، وربنا يكرم ان شاء الله فيه. توافر الامكانيات برضو بيفرق معاك كمدرب. طبعا. يعني الدوري الممتاز شيء، المحترفين شيء، الممتاز به شيء، الدرجه الثالثه شيء، ثم الناشئين. بتعاني طبعا طبعا. تحت ان انت ايوه ما طبعا. فيش لكن امكانيات. في امكانيات كبيره في الدوري المحترفين وممتاز في كذا نادي، بس لكن مش كل الانديه. مم. نلاقي انديه الشركات في الدوري المحترفين كلها مسيطره، او اه. دوري المحترفين كله امكانياته كويسه بالامانه المحترفين. لكن الممتاز به هتلاقي يعني مثلا ثلاث اربع انديه اللي هم مصاريفهم كتير جدا وامكانياتهم عاليه، اه. وهم دول اللي بيقدروا يكملوا وبيجيبوا لعيبه كويسه وبيصعدوا. طب شايف أندية الشركات دلوقتي يا كابتن اللي بقت كتير قوي في الدوري أثرت على الأندية الشعبية طبعا بنسبة قد إيه؟ بنسبه 80%. دي بس كارثة. ما فيش الا الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري. والمصري والمحله. المحلة طالع نازل. يعني لك تتخيل 6 انديه ولا 5 انديه اللي كان الدوري زمان. اه. اللي كان 16 فريق، 16 لعيب كلهم دوري. يعني كان دمياط وغزل دمياط دوري ممتاز. مم. كان شبين دوري ممتاز وشبين المنوفية. اه طبعا. كان المحلة وبلدية المحلة كان كلهم دوري جماهير. كبير. كان دوري كبير. كان اه. كفر الشيخ كان كل محافظة بلد. ليها كان نادي. كل محافظة أسوان. وليها نادي. اه. أسوان كان كل محافظة ليها نادي. كان على فكرة كان الدوري مم. زمان كله جماهيريا. ما تلاقيش ماتش ما تشبه الماتشات الودية الدوري دلوقتي، الا الا المباريات اللي هي بتاعت الجماهيرية. طيب، عايزك تكلمني عن كابتن أحمد، نشأته طلع إزاي، تعب قد إيه أول لما وصل اللي هو فيه، وهل بتلاقي التقدير
كأحمد فكري الصغير طبعا صاحب هدف توج بالإسماعيلي ببطولة كأس مصر من مين؟ من النادي الأهلي. بتلاقي التقدير ده من الناس هناك؟ لا الحمد لله بلاقي احسن تقدير من جمهور النادي الاسماعيلي. أصل جمهور الإسماعيلي زواق، خد بالك. لا انا الحمد لله يعني من جماهير النادي الاسماعيلي وجماهير مصر كلها يعني أكيد. جماهير النادي الاسماعيلي بالاخص يعني حتى اما حد بيقابلني في الشارع يكون راجل كبير شاب وعارفني وكده هو يعني الواحد بالامانه يعني بيشيله الجميل بالامانه. جماهير النادي الاسماعيلي اه، او كإدارات أشك بصراحة. لا ادارات النادي الاسماعيلي يعني من كما الادارات يعني الادارات ربنا يسامحهم. مم. هم اللي بوظوا النادي الاسماعيلي. انتوا عملتوا ايه للنادي الاسماعيلي؟ انتوا بتيجوا تمسكوا ما بتعملوش حاجه للنادي الاسماعيلي. مفيش عنصر بارز يا كابتن معلش أحمد هناك مفيش عنصر بارز. إن الناس ترشحه إن هو ده يبقى رئيس نادي الإسماعيلي. يعني النادي الاسماعيلي اتهز من مجالس الادارات اللي فات. يعني مجلس الباشمهندس ابراهيم عثمان كان اخر مجلس. اه طبعا. كنا مثلا كان الامور الماديه مستقره مم. للموظفين اللي بتقبض اللي اه. شغاله في النادي الاسماعيلي للمدربين للجهاز الفني لقطاع الناشئين. من بعد كده هو انت بتعاني معاناه شديده. اه. يعني لو سالت المدربين ولا الموظفين بتاعت النادي الاسماعيلي بتقبض شهر وشهر لا. كارثة. كارثه طبعا. لازم يكون في موارد للنادي الاسماعيلي قويه زي اللي احنا بنشوفها. مش بقول لك زي ما احنا بنشوفها في نادي الاتحاد السكندري والمصري. ما هو لا ده لا بتعمل رجال أعمال، وهو ده اللي بس سألته لك، قلت لك اه مفيش عناصر لا رجال أعمال طبعا بيحبوا النادي اللي الصدق. هيجي اللي هيجي معلش اللي هيجي عاوز يصرف امم. عاوز يركب على الكرسي. اه. يعني اللي عاوز مشكلة يصرف كبيرة. يعني اللي عاوز يصرف ما يقف ماشي، لو هيقف ايوه وهيدير لو صح هيقعد ويدير صح انا بقول لك والفلوس تنزل اول في واحد مكانها صح. الصحيحة، طبعا مفيش مشكلة. طبعا. كلمني بقى على الكابتن أحمد. نشيتي انا زي اي طفل عاش في مصر وفي الاسماعيليه كنت بلعب في الشارع عادي ثم عملوا اختبارات في النادي الاسماعيلي. مم. رحت الاختبارات عادي زي اي حد وانا عندي 9 سنوات. اختبرني طبعا في النادي كابتن سونا وكابتن ناصر الباكستاني وكابتن طلب. عتاولة. يعرفوا يشوفوا العين. طبعا وكابتن عربي وكابتن علي ابو جريشه وكابتن اسماعيل حلمي بص ناس تقيلة، اه طبعا. كابتن فتحي الصديق كل دولت على فكره. قبل برضه ما انسى الاسامي اللي انا قلتها لك ديت والكابتن ابو ليلى اللي انا قلتهم لك دولت هم اللي كانوا بيجيبوا كشافين. الكشافين للنادي مم. الاسماعيلي سنه 90 للكابتن شحته والكابتن علي ابو جريشه. هم دولت اللي كانوا بيجيبوا اللعيبه. يعني النادي الاسماعيلي ايام الكابتن شحته اه. ساب القوام الاساسي الكابتن شحته سنه 90 وكان وجاب عليهم لعيبه من الدرجه الثانيه وقدر مم. ياخد دوري يعني اه ياخد طبعا. دوري. اه طبعا اكيد. من احسن المدربين طبعا الكابتن شحته وكابتن الله يرحمه. صلاح ابو جريشه الله يرحمه من اعظم المدربين. ثم يعني تدرجت بفرق الناشئين. الاختبارات عادي فاختاروني كباتن. مم. انا كان طبعا اخويا كان بيلعب في الفريق الاول كان نجم الفريق الاول اه طبعا. الكابتن كابتن محمد محمد فكري رمضان. الصغير. وكان هداف الدوري جيل 90 91 مشاركه مع كابتن محمد رمضان اه. واحرز الدوري. كان عضو اساسي في منتخب مصر وفي النادي الاسماعيلي. وتدرجت بالفرق ثم طلعت على الفريق الاول ولعبت منتخب اولمبي مع رود كرول. وثم تدرجت المنتخب الاول مع رود كرول برضه ومع كابتن مدرب حلو كروكو. يعني طبعا. حلو. لا من احسن. عمل جيل كبير. عمل جيل كبير كان آه. جيلنا جيل المنتخب عز مع الاولمبي الستار. كل الجيل دوت كان بتاعنا. محمد عمارة. كان جيل آه. كبير وجيل عظيم يعني. احنا بس ما رحناش الأولمبياد. الاولمبياد عشان مم. كان منتخب نيجيريا كان منتخب قوي جدا قوي جدا. جدا، بس بالترقيصة كان بتاعت تامر وكوشة. يعني ما كانش ليها لازمة اه بصراحة. كانوا وكوشة اه طبعا. وكانوا بابا مم. نجيدة لا، وابن ما راح الجيل خدوا الأولمبياد يا كابتن. واخدوا الاولمبياد ساعتها على مم. فكرة. يعني هم طلعونا وراحوا الاولمبياد واخدوا الاولمبياد منين من اعظم فرق في العالم يعني. كابتن أحمد بيلعب نهائي كأس مصر قدام النادي الأهلي، أحرز الهدف، توج الإسماعيلي بكأس مصر. كان استقبال الإسماعيلية ليك إزاي؟ ده الاستقبال مش هقول لك ده استقبال تاريخي. لان أكيد. اول بطولة النادي الاسماعيلي
كاس مصر يحصل عليها سنه 97، وقدام مين؟ وقدام كمان النادي الاهلي. يعني مم. يعني احنا جبنا بطوله من كاس مصر تاني بعديها سنه اه 2000. مم. سنه 2000 من مقاولين مقاولين العرب. تقريبا، اه اه، مقاولين. لكن البطوله دي كانت من النادي الاهلي. عليها طعم يعني تاني طعم تاني، وكان الاستاد 90,000 متفرج في النادي الاهلي، غير اللي كانوا بيتفرجوا. في استاد القاهره. اه وكان جماهير الاسماعيلي يعني جايه من اسماعيليه كتير. وكان في موقف كويس يتحسب برضه اه بالامانه للكابتن صالح سليم. الله يرحمه كان الله رمز. يرحمه، والباشمهندس اسماعيل عثمان. كان الماتش هيتلعب بالدوليين اه ومن غير الدوليين، فقال لك لا هنلعب بالدوليين. الماتش كان الساعه 9، فالباشمهندس مع اسماعيل عثمان ومجلس الاداره كلموا كابتن صالح الكابتن صالح سليم، قالوا له لا احنا عاوزين الماتش الساعه 5 عشان الجمهور يلحق يرجع. يرجع يعني. وكان هي دي العلاقه بين ما هو ده اللي الاسماعيلي بنتكلم فيه بالامان. يعني. وعملنا الماتش بالدوليين، اتلعب العصر، والحمد لله كسبنا وخدنا الكاس. ماشي كسبت وخدت الكاس ودقيقتين انا كابتن. الحمد لله. يعني انا كنت مستمتع جدا بالحديث معاك، ربنا يخليك. وانا عارف ان انت جاي من اسماعيليه مخصوص ومش عايز اخرك اكتر من لا يا كده. حبيبي، لا ده ربنا شرف، يخليك. شرف لينا والله. لا ده وانا الشرف كنت ليا سعيد انا. جدا معاك والله. وان شاء الله نشوف الاسماعيلي في مكانه الطبيعي، منافس قوي مع الاهلي والزمالك اللي متعودين عليهم. وان شاء الله يطلع من المحنه اللي هو فيها. وان شاء الله اشوفك تاني. باذن الله ان شاء الله، باذن الله اجي لك تاني، وباذن الله النادي الاسماعيلي باذن الله باذن الله يرجع ان لها شاء الله. سابق باذن الله. وان شاء الله مش عاوز اقول لك إيه، باذن الله الفتره الجايه يكون احسن واحسن النادي الاسماعيلي وفي المقدمه باذن الله. ان ان شاء الله. شاء الله باذن يعني كانت حلقه الحمد لله مميزه مع الكابتن احمد فكري اللي شرفني ونورني. وإن شاء الله بإذن الله هنستنى نجم جديد في حلقة بودكاست مع الدرع. أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.